بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني يا أحلى حبايب وأحلى متابعين وأحلى اخوات. طبعا احنا النهاردة برضو جايين بفيديو حلو قوي 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 وترند برضو عالمي للناس كلها، وعم عايزين بقى نشوف اخرة الفيديوهات دي ايه، واخرة الترندات دي ايه، واخرة سياسة الالهاء اللي الحكومة والدولة عاملاها معانا دي ايه. طبعا اول حاجة النهاردة لازم نبدأ بيها، وهو موضوعنا الشهير اللي احنا بنحارب فيه كلنا، وان شاء الله ربنا ينصرنا فيه، وربنا ان شاء الله يثبت اقدامنا عليه، وربنا يجعل دعواتنا من نصيبنا وحدنا، وهو قانون الايجار القديم. دايما يا جماعة انا هبتدي فيديوهاتي وموضوعاتي وكلامي كله ربات البيوت واصحاب الايجار القديم، من الارامل والمطلقات والبنات والستات والرجاله الكبار والمسنين، وكله موضوع الايجار القديم. طبعا شهر نوفمبر ده يعتبر الشهر الثالث لدفع الاجره 250 جنيه، وثالث شهر في عدد في اللي هي اللجان اللي بتحصر المناطق، ان كان منطقه متميزه ولا متوسطه ولا اقتصاديه. ده الشهر الثالث. احنا لحد دلوقتي يا جماعه شهر نوفمبر ده هنتني ندفع ال 250 جنيه لحين اشعار اخر. لحد دلوقتي محدش قال لنا اي حاجه، لحد دلوقتي محدش اتكلم في اي حاجه قال ان دوت اخر شهر ولا لا، ولا حد قال اي حاجه في اي حاجه. فاحنا هنتني ندفع ال 250 جنيه لحين ما نسمع ونشوف الحكومه هتقول ايه والوزاره هتقول ايه. طبعا عندنا محافظ القاهره هنا بيطالب اللجان علشان تخلص الشهر ده، لجان الحصر اللي رئاسه الوزراء عاملاها، لجان الحصر المناطق، انها تخلص خلال الشهر ده. ده كلام محافظ القاهره. هنا عندنا في الشهر دوت نظر اكتر من طعن، عندنا كذا طعن المفروض هيتنظر الشهر ده، من اشهرهم 8 نوفمبر، وفي واحد تاني يوم 22/11 ان شاء الله. احنا في انتظار الطعون دي اللي هي امام القضاء الاداري لحين ان شاء الله عرضها على وان شاء الله تحوز بالقبول، ويكون فيها حاجه كويسه وبشرة كويسه للمستاجرين، وبعد كده تتحول للمحكمه الدستوريه. طبعا عايزه اقول الطعن يا جماعه او الدعوه المرفوعه، الشخص الوحيد اللي هو بيستفيد منها صاحب الطعن. يعني لو ربنا كرمنا ومحكمة القضاء الإداري قالت كلمتها، الوحيد اللي مستفيد من وقف تنفيذ مثلا القانون أو وقف تنفيذ أي مادة في القانون هو صاحب الطعن، صاحب الدعوة، يعني فردي. عشان كده بنقول الدعاوي فردية، يعني الوحيد اللي هيستفيد من وقف في إن شاء الله خلال الشهر ده لو الطعون المقدمة فردية اتقبلت، الوحيد اللي هيستفيد من الوقف هو صاحب الدعوة او صاحب الطعن بس، لحين عرضها على المحكمة الدستورية، وساعتها هتتعمم على مصر كلها وعلى المستأجرين تما بدون نقاش، لان انتوا عارفين ان حكم المحكمة الدستورية حكم غير قابل للنقاش، وان شاء الله يكون في صالحنا ويكون بشرة خير لنا ان شاء الله. طبعا على لسان رابطة المستأجرين المستشار العظيم اللي ربنا يكرمه بيحاول وبيجاهد، المستشار أيمن عصام والمستشار مشيل حليم، هم مقدمين بقول لك هنا بس تقريبا داخل القاهرة 28 طعن، وفيه 38 طعن في أماكن أخرى، لكن هنا خلال هنا في 28 طعن مقدمين. ان شاء الله يتم الفصل فيهم، وان شاء الله ربنا يكرمنا بامر الله. عايزه اقول برضو تاني يا جماعه ان شهر نوفمبر ده يعتبر برضو شهر فصل بين الخير والشر، بين الصح والغلط. لو ربنا كرمنا ونصفنا ودعوه المستاجرين المظلومين واصحاب المعاشات
والمطلقات والارامل والبنات اللي بيعولوا نفسهم، اللي ابوهم وابوهم ميتين، والمعاقين وكلهم وكبار السن، ان شهر نوفمبر ده هيكون شهر تاريخي في حياة المستأجرين، وان شاء الله يكون شهر الفصل ويتم قبول الطعون كلها وتتحول للمحكمة الدستورية. ده بداية الموضوع بتاعنا وبداية الفيديو. ان شاء الله لو في اي جديد احنا منتظرين خلال شهر، بداية من يوم 8 نوفمبر لحد نهاية الشهر، اللي هو ان شاء الله يعتبر 1/12 بداية الشهر الجديد. احنا مترقبين ايه اللي هيحصل خلال شهر نوفمبر ان شاء الله. هنشوف ايه قرارات الدولة وقرارات رئيس الوزراء وقرارات المحافظين وقرارات اللجان، وان شاء الله يكون خير بأمر الله. وعلينا برضو كلنا نرفع ايدينا للسماء وندعي ربنا سبحانه وتعالى ان يثبتنا ويخلينا في بيوتنا وما نخرجش ان شاء الله، ولا نروح في اي حته ولا نتمرمط، لان احنا اتمرمطنا في شبابنا ودفعنا خلوات ودفعنا ايجار ودفعنا صيانه ودفعنا صيانه العقارات ودفعنا حاجات كتير. طب والله العظيم يا جماعه بدون حلفان ان صاحب البيت هنا حب يوضب يعني العداد بتاع الميه اللي تحت باظ، فجت شركه الميه اقترحت علينا ان هم ياخدوا العداد يظبطوه او يجيبوا لنا عداد كارت. فاحنا تقريبا حوالي 5 شقق او 6 شقق، كل 5 شقق او 6 شقق في العماره ليهم عداد، فاحنا ال4 شقق ولا ال5 شقق اللي موجودين فقلنا ياخدوا العداد يظبطوه ويرجعوه لنا تاني. عارفين كل واحد دفع كام؟ اللي الملاك بيقولوا ما بندفعش صيانه، فدفعنا كل واحد 500 جنيه زائد 250 جنيه الايجار، ادي 750 جنيه خارجين من صاحب معاش بياخد معاش 3000 ونص. لما كل شهر اللي بيقولوا احنا ما بندفعش صيانه، فاللي بيدفع صيانه للعقارات اللي احنا قاعدين فيها هم المستأجرين مش اصحاب البيوت. برضو لما جه عمل السلم وعاوز يوضب البيت تحت ويرفع البوابه بتاعه البيت من تحت عشان يخليها بسوي الشارع، وعمل بوابه حديد وعمل كالون وعمل رخام للسلم من الدور الارضي للدور السابع فوق، وعمل سور للسطح وعمل باب حديد للسطح. احنا اللي دفعنا التكلفه دي، اقسم بالله العظيم كان بياخد مننا 50 جنيه كل شهر. يعني هو حسب التكلفه كلها، الكلام ده من 5-6 سنين فاتوا، كان بياخد مننا 50 جنيه كل شهر، كان حاسب تقريبا التكلفه بتاع 1000-2000 جنيه. يعني برضو احنا اللي وضبنا البيت واحنا اللي نظفنا البيت واحنا اللي عملنا البوابه الحديد واحنا اللي عملنا باب للسطح واحنا اللي عملنا السلم. عايزه اقول الكلام ده لكل الملاك اللي طالعين بيقولوا ان احنا مش بنعمل صيانه للعقارات اللي احنا قاعدين فيها. محدش بيعمل صيانه للعقارات غير المستاجرين، وان شاء الله خلال شهر نوفمبر ربنا يكرمنا ويسترها معانا ان شاء الله. ودعواتكم لينا ان ربنا يفك كربنا وكرب كل المديون وكل المتضايق وانا منهم يا رب. دلوقتي عندنا بقى يا جماعه الموضوع التاني اللي احنا هنتكلم فيه، اللي هي برضو شاغل السوشيال ميديا، وموضوع مش ذات اهميه خالص، والمفروض احنا ما نتكلمش فيه لان احنا كل ما نتكلم على حد هو بيزداد شهره، واحنا عايزين نحط الناس دي كلها تحت رجلينا ونشوف وندور على حاجات مهمه، الحاجات اللي تفتح عيون الناس للدين، اللي ترجعنا للدين. لكن دلوقتي عندنا الترند الشهير وهو رحمه محسن، انا اتكلمت عليها مين رحمه محسن ولا اي حاجه. دلوقتي الترند بتاع امبارح والنهارده وشغل الراي العام والسوشيال ميديا وكل الاعلاميين خارجين يتكلموا عليه، وهو حمدي ووفاء اللي سايبين مصر وعليهم قضايا وعليهم مليون جنيه وكانوا بيتاجروا في عمله البيكوتاين ولا البيكتوين دي ولا مش عارفه ايه، والله ما عارفه انطقها، اللي هي عمله غير شرعيه، وهم دلوقتي عايشين في تركيا. قال ايه؟ وفاء خلعت الحجاب. ما تقلع الحجاب ولا تغور في داهيه. هي وفاء دي ايه؟ بس هي المشكله ان الناس دي واخده دلوقتي حيز في حياتنا جامد. هل ان وفاء قلعت الحجاب او لبست الحجاب ده هيضيف للدين الاسلامي حاجه؟ ولا اي حاجه. وفاء دي واحده بادئه من الصفر من تحت، كانوا قاعدين في المرج، عيله جابر واخواته اللي هو الحاج جابر الله يرحمه واخواته كانوا قاعدين في المرج،
وبدأوا من الصفر، من تحت الصفر، وبدأت طبعا بالروتين والطبخ والتحديات والكلام ده. طبعا كلنا عارفين قصة حمد ووفاء، وفتحوا مطعم، وبعد كده اتقفل المطعم، وبعد كده جه عليهم قضايا وحبس ومش عارفه ايه وحاجات، وخدوا بعضهم وهربوا بره مصر، ودلوقتي هم عايشين ما بين تركيا وما بين الامارات. فطبعا عايزه اقول يا جماعه ان وفاء دي ايه اللي انت بتقدميه، ايه الفيديو او ايه المحتوى اللي انت قدمتيه، او ايه الفايده اللي عادت علينا مننا كأنا بتفرج عليكي انك انت تخلعي الحجاب او تلبسيه. طلعتي بتورينا روتين شعرك، ده عشان خاطر ربنا كرمك، يعني انت كفرتي بالنعمه. والاريال اللي قاعد جنبك اللي بيصورك ومظهر كل تفاصيلك وتفاصيل بنتك وتفاصيل بيتك وتفاصيل حياتك. ايه وحيد القرن اللي قاعد جنبك ده، يعني هو بعد فيديوهات كتيره انا شفتها، وحمدي بيرقص وهي بترقص قدامه، وحاجات كتيره يا جماعه كده جديده على مجتمعنا. كل ده عشان خاطر الفلوس. ماشي، انت ربنا كرمك وربنا اداكم وانتوا كنتوا عايشين حياه صعبه، بس مش المفروض بعد كرم ربنا هو ده الشكر اللي انت بتشكريه. انت طالعه لابسه فستان اكنك ده يعني بالنسبه لناس كتيره قميص نوم حضرتك. يعني ايه الترند اللي انت هتشتغلي ممثله واحنا ما نعرفش؟ يعني انت ايه، الشجره هي السبب في خلعان الحجاب؟ يعني انت جيتي وقفتي جنب الشجره كده بالعنان اللي انت عملتيه ده، وراحت الشجره شدت منك الحجاب وخرجتي تجري وخرجتي رحتي كوافير وسيادتك جت اللي هي بتعمل لك شعرك في الكوافير، وفي الاخر خرجتي علينا لابسه فستان ومبينه شعرك ومبينه رقبتك ومبينه دراعتك الاثنين. ايه الفايده اللي عادت علينا وعادت على البنات وعادت على البيوت المصريه؟ والدين بتاعنا ايه؟ بتقولوا لهم اللي ربنا يكرمه ويبقى معاه فلوس يتطور ويتدلع. طب ما تتدلعي، ما انت احنا ملناش دعوه. وثم انك انت تقلعي الحجاب او تلبسيه دي حاجه ما تخصناش خالص. لما جت في بنتك في فيديو قالت انا هعمل مقلب في ابويا، ان انا هقلع الحجاب، وقالت انا من عمري ما هقلع الحجاب، وجه ابوها ينتقدها وقال لها انت هتقلعي الحجاب يا ندى ومش يا ندى ومش عارفه ايه. دلوقتي انت قصيتي لبنتك شعرها وعريتيها، بقت بتلبس شراط وبتلبس برموده، وبنتك طالعه بشعرها وبتجروا ورا بعض. ايه الفايده؟ ايه الفايده؟ وبرده انا دخلت على القناه يا جماعه، عملوا تشفير للفيديوهات، الفيديوهات بتاعتهم اللي عاوز يتفرج يدفع. بعد طبعا ما كانت الفيديوهات اي حد يخش يشوفها، دلوقتي بيقول لك عايز تتفرج ادفع. يعني حمدي ووفاء قلع بنته وقلع مراته، واللي عاوز يتفرج يدفع. عشان كده هو عمل تشفير للفيديوهات بتاعته. عايز تشوف وفاء وهي قلعه، عايز تشوف ندى وهي قلعه، عايز تشوف حمدي وهو بيهز المؤخره بتاعته وبيرقص، ادفع. لا احنا مش عايزين لا ندفع ولا عايزين نتفرج. انتوا لا قيمه لكم في وسط الهم اللي احنا عايشين فيه. انتوا مش حاسين. برضو جالها، شفت لها فيديو رايحه اشترت شنطه مش عارفه 250,000 دولار. ايه الفكره انك انت جايه تتعالي علينا يا اللي رايحه تشتري شنطه ب 250,000 دولار، اللي وجوزها طالع يقول لها انت اشتريتي شنطه بتحويشه العمر، وغيرك بياكل من الزباله، مصريين برضو. ده بدل بعد ما تشكري ربنا وتحمديه وتتنقبي وتتحجبي على كرم ربنا وشكر ربنا، رايحه تقلعي الحجاب. انت ايه الحكمه اللي انت علمتها لنا؟ ايه الفايده؟ اقسم بالله العظيم ثلاثه انا طالعه بالخمار، ولما بلبس الطرحه ببقى متضايقه ان انا طالعه لفه الطرحه. اوقات ببقى جايه من الشغل او نازله الشغل الصبح، اقول اصور فيديو قبل ما انزل، او وانا راجعه كده من الشغل اشوف مثلا حصلت لي حاجه ضايقتني، اجي اقعد اتكلم معاكم واشوفها ونحكي كده وندردش ونتكلم مع بعض. فاقسم بالله لما ببقى لابسه الطرحه بس ببقى متضايقه، لان انا زي ما انتم شايفين كده انا معظم الاوقات قاعده بالخمار في البيت عموما، يعني بصلي الحمد لله بيه، وربنا يعطينا ويعطيكم الحمد لله يعني. فايه يا وحيد القرن اللي انت عامله ده؟ مراتك خارجه بتجري قدامك وهي ما شاء الله عليها مش رفيعه ولا حاجه، كلها بتتهز كده وملظلظه، وانت ومراتك وعيالك بتجروا وراها. يعني انت مش عارفه ايه، مش عارفه اقول ايه. ايه حمد ووفاء؟ يعني دلوقتي عندنا هدير عبد الرازق
استغفر الله العظيم. رحمه محسن استغفر الله العظيم. اتضافت ليهم السلسله، يعني جت طلعت وفاه تقول لك اشمعنى انا، فاتضافت لي المجموعه. وسيزو الاردنيه والحكم عليها اتحكم عليها سنه. لما بنت عندها 18 ولا 19 سنه تقعد سنه في سجن وسط المتشردين والحراميه، واللهم احفظنا. ما انت برضو اللي جبتي لنفسك الكلام ده. يا جماعه عيب، يا جماعه عيب اللي انتوا بتعملوه ده. هو كل الواحد ربنا ما يكرمه ويديه يقلع؟ يعني احنا نقلع بقى، نطلع من هدومنا؟ في قضايا تاني شغلانه. في قضيه الايجار القديم اللي احنا بعد 7 سنين مش عارفين هنروح فين.